بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير يا رب. النهارده فيديو النهارده ما فيهوش لا طبيخ ولا اي حاجه، في بس حاجه كده ايه عايزه اتبعكم، يعني اقول لكم يعني عليها. انا بعملها يعني طبعا ام محمد عندها الحله بتاعتها الالومنيا اللي انتوا عارفينها. بصوا شوفي شكل الحله من جوه شكلها ايه، يعني اللي هي مزرقه من جوه، شايفين شكلها ايه؟ طبعا الحله الالومنيا انتوا عارفين بتبقى صعبه في تنظيفها شويه. طب انتي هتنضفيها ازاي يا ام محمد؟ بصي بقى كده، بس والنبي يا حبيبتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. بصي كده، شوفي ده ايه محطوط هنا. ده صابون بريحه، صابون ايه بريحه، وجنب منه سلك المواعين. اكتر حاجه بتنضف الحلل الالومنيا الصابون بريحه وسلك المواعين. تعالوا نشوفوا ايه هنعملوها ازاي. ادي حته سلكه فاضيه اهي، يعني بمعنى اصح مش هخليكي ترمي براوي الصابون اللي عندك. البروه اللي عندك اللي هي ايه متبقيه من مطرح غسيل وشك او ايديك وكده، فعصناها في قلب السلك. مفيش حاجه عندنا تترمي اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم. رغينا الصابونه، بصوا اهي. تعالوا كده بقى نشوفوا. بسم الله. طبعا انتوا شايفين منظرها كان مزرق او كان عسل يعني. ده تقولي بقى صابون مش عارفه صلايط ولا صابون ايه، لا. على فكره انا ما قفلتش الفيديو، انا الفيديو شغاله معاك اهو، ما قفلتوش خالص. يلا بينا بقى نغسله. نشيله بس كده. وما قرصتش عليها كمان، يعني انا ما قرصتش عليها. بصوا شفتوا الحله شكلها ايه، بتلمع قدامكم. وكل ده بحته الصابونه اللي هي الصغيره اللي كانت موجوده عندنا، ما تكلفناش اي حاجه ولا مسحوق ولا حاجه. الوصفه دي بجد الصابونه بريحه، بجد حلوه قوي، حلوه قوي لغسيل الحلل الالومنيوم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.